السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة تنبوكس، قناة الحقيقة. فقد قمنا بتحقيق متواضع قبل أسبوع حول فرضية وجود أسد الأطلس. قمنا بتحليل وتجميع العديد من المعطيات وشهادة الشهود، كذلك تحليل لآثار التي عثر عليها التي نسبت للأسد. وقمنا بالتحليل أيضا بافتحاص جميع التصريحات وشهادات الشهود، وكان من بينها حول حجم الأسد الذي قال الشهود أو الشاهد الأول أن حجمه ليس كحجم الأسود العادية، بل إنه كحجم ذكر ماعز. وقال كذلك في نفس السياق وافقه فريق أمودو الذين قالوا بأن أسد الأطلس له حجم صغير يختلف على باقي أسود إفريقيا وآسيا، وقد استندوا في ذلك على صورة قديمة تعود لشخص يمسك بأسد في قبضة يده، وتعود هذه الصورة لشخص جزائري يمسك بأسد. ولكن هذه الصورة ليست الوحيدة، بل هناك العديد من الصور والفيديوهات التي توثق حجم أسد الأطلس، وكذلك الكتابات والمعطيات التاريخية التي تؤكد أن حجم أسد الأطلس هو أكبر أنواع الأسود في العالم. ولقد قمنا كذلك بمطابقة الأقدام التي أو الأثر الأقدام التي عثر عليها، ومطابقتها بصور الأقدام، آثار أقدام أسود، ومجموعة من فصيلة القطيات. وقد تبين أن صور آثار الأقدام التي عثر عليها في المنطقة المعنية لا تعود إطلاقا إلى أسد، بل تعود لكلب أو ذئب. ومن جهة أخرى تبين بأن هناك تضارب في أقوال الشابة التي تعرضت للهجوم، فتارة تصف بأنه له ذيل قصير، وتارة أخرى فهي تقول أنه طويل، وتارة أخرى تقول بأن له ذيل متوسط، وأنه كبير، وفي مرات أخرى تقول بأنه صغير. وهذا ما جعلنا نتساءل مجموعة من التساؤلات، خاصة أن الشابة كانت تتحرك بكل سهولة ولا يبدو عليها آثار
هجوم أسد يساوي وزنه أكثر من 200 كيلوغرام وسقطت وسط الحجارة. فلكم تتخيلوا معي أن أنياب الأسد تبلغ 9 سنتيمترات، فأن تعض ركبة فتاة ليست بالسمينة كما رأيتم الشابة. وعند افتحاص الجرح من طرف الطبيبة في مركز مولاي بوعزة تبين أنها لا تعود لعضة أسد. ومن جهة أخرى قام العديد من الصحفيين تابعين لمنابر إعلامية شتى بالتأكيد على وجود الأسد حسب أقوال الشهود فقط وبمناطق مختلفة في الأطلس. وهذا لم يكن كافيا، ولذلك فشهادة الشهود كانت متضاربة وتحتاج إلى افتحاص. فمنهم من قال أنه وجد هياكل خنازير، ومنهم من قال أنه وجد آثار الأسد، وكل حسب قوله، ولكن لم يعطوا أي صفة، فقط اكتفوا بالقول أنه أسد مع التأكيد أنه أسد. وهذا كل ما كان لديهم من قول. من جهة أخرى قال مخرج برنامج أمود بأن حجم الأسد صغير، وفي سابقة تاريخية يفسر حجم الأسد الأطلس صغير بكونه لا يأكل جيدا على غرار بقية الأسود الأخرى. وهذه سابقة تاريخية بأن الأكل يجعل من الحيوان أو من الكائن الحي قزما يتغير حجمه وجيناته، فهذا ليس بعلم إطلاقا. والعلم يقول بأن قلة الأكل هي فقط تؤدي إلى النحافة، أو كثرة الأكل تؤدي إلى السمنة، وهذا ليس بعلم إطلاقا. فصراحة كانت صدمة قوية أن نجد مثل هذا البرنامج يقوم بتمرير مغالطات ليست بالعلمية حول أحجام الأسد. والصدمة الكبرى أن طاقم أمود انتقل إلى الحديقة الوطنية بمعية الشاهد الذي قال بأنه شاهد الأسد، ولم يكلف عناءه سؤال أو الاستعانة بخبراء من الحديقة الوطنية، وهم خيرة خبراء المغرب في الزراعة والبيطرة، ومختصون في الحيوانات، ولهم قطيع من أصيل من أسود الأطلس. رغم ذلك تجاهل كل التجاهل الخبراء في الحديقة الوطنية، وأصر على قول بأن أسد الأطلس هو قزم أسد صغير، اعتمادا على
صورة فيها رجل عملاق، ويبدو الأسد صغيرا بجانبه. وعلى معطى غير علمي آخر بأن قلة الأكل الأسد جعلت حجمه صغيرا بالمقارنة مع أقرانه في أفريقيا وآسيا. وهذا قمة العبث بالعلم، وهذه فرضية ليست علمية. فالصحفي أو اليوتيوبر أو صانع محتويات وبرامج مهني يجب أن يستأنس برأي الخبراء، ولا يعطي فرضيات بدون سند علمي. وفيما يلي الفيديو الذي قمنا فيه بالتحقيق حول الأسد منذ 8 أيام كما تشاهدون. وهنا كذلك قمنا بتعميق البحث في فيديو آخر منذ يومين، شرحنا فيه أن الآثار تعود لكلب وليس لفصيلة القطيات أو الصنوريات التي ينتمي إليها الأسود كما تشاهدون، مع جمجمة حقيقية لأسد الأطلس بحجم 36 سنتيمتر، وتفصيل لآثار أقدام الصنوريات كما تشاهدون والكلاب. وفي الأخير عرضنا صور حقيقية لأسود الأطلس، ولماذا انقرضت بفعل الصيد الجائر من طرف المستعمر الفرنسي والأوروبيون. ويظهر حجم أسد كبير عالي كنظرائه في السفاري الأفريقية وغابات الآسيوية. وهنا بلاغ رسمي كما تشاهدون من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تؤكد أن فرضية هجمات الأسد تبقى مستبعدة. وبعد عمل تشريح لجثة الخروف الذي هاجمه الأسد المزعوم، قد تبين أنها عضة تعود لكلب أو ذئب، وأن افتحاص الأثر من طرف دكتور متخصص تبين أنها تعود لكلب أو ذئب بشمال إفريقيا. وهنا يسدل الستار على قصة أسد الأطلس المزعوم بصفة رسمية وعلمية. هنا آثار التي عثر عليها اليوم كما تشاهدون. هنا آثار صغيرة جدا بالمقارنة
مع رجل وتعود كلب أو ذئب. لو كانت أثر أسد لكانت بهذا الشكل. وبهذا الحجم بدون مخالب. لكن هنا نشاهد المخالب، هي صغيرة جدا. هذا هو أثر الأسد الحقيقي بهذا الحجم بالمقارنة مع هذا الصغير هنا الذي يعود إلى كلب. هنا أثر أوضح للكلب. تشاهدون هنا صورة أوضح أكبر. كما تشاهدون هنا فهي مجرد قدم واحدة وهنا القدم الثانية يقوم بالجري هربا من صاحب الماشية، لأن آثار الأسد ستكون أعمق وأكبر ومتقاربة بهذا الشكل. في هذه الصورة تلاحظون أثر، وهذه قدم الدكتور المتخصص في علم الأسود والحيوانات الذي كان من ضمن اللجنة المختلطة. وهنا تشاهدون آثار أقدام أغنام التي هاجمها الأسد المزعوم أو الكلب أو الذئب. كما تشاهدون لحظة افتحاص أثار من طرف المختصين. هنا المختصون بمعية الطارق الملكي والسلطات يقومون بافتحاص التحري في المكان وإطلاق الدرون لمراقبة المنطقة من الأعلى. وهذا آخر شاهد الذي قال أنه رأى الأسد ليلا في منطقة بوقشمير. هذا هو الشاهد الأخير. في منطقة بوقشمير. قرب والماس. وهذه هي الضيعة التي هاجم الكلب أو الأسد. وهنا اللجنة المختصة يقومون
لافتحاص الآثار وأخذ عينات، أخذ الجثة للتشريح. هناك ما تشاهدون الضيعة التي هاجمها الكلب. اللجنة يحيطون بأثر. وأخيرا هذا هو شكل الأسد المزعوم. سوف تلاحظون هنا آثار قدم، وها هنا الأظافر التي تكون مغروسة في الأرض كما تشاهدون. هي ما يعطينا هذا الشكل. مع الأظافر. هذا الشكل أيضا يشبه مواصفات التي أعطاها الشهود، حيث له هنا زغب، شعر، كتيف حول رأسه، وليس له هنا زغب، شعر. والذيل ليس بالطويل ولا قصير، متوسط. هذا هو تقريبا ما يشبه مواصفات الشاهدة أو الشاهد. هنا صورة أخرى، شعر، كتيف، حجم ماعز كبير. وهنا نستعرض لكم مسار الأسد المزعوم، أسد الأطلس المزعوم، المناطق التي شوهد فيها الأسد. المزعوم هو الذئب أو الكلب. هذه منطقة والماس وخنفرة كما تشاهدون. وقد شوهد لآخر مرة هنا في فوغالين، وآخر شاهد قال بأنه شاهده في هذه المنطقة مع الساعة 11 ليلا. شوهد أول مرة هنا في هذه المنطقة. الشاهد المشهور
الذي رآه مع الساعة 5 صباحا. ثم هنا في السبت أي طرحوا جماعة سبت أي رحوا قريبة من مولاي بوهزة، حيث تم نقل الشابة التي ادعت أنها تعرضت لهجوم من طرف أسد إلى هنا. هنا سبت أي طرحوا. هنا سوق 2 أيت بوخيول. هنا أي طرحوا 2 بوخيو 2 بوخيو. هنا بوقشمير بوقشمير. هنا والماس. كما تشاهدون هذه هي منطقة تنقل الأسد المزعوم في هذه المنطقة. في دائرة قطرها حوالي 60 أو 80 كيلومتر. كما تشاهدون هذه النقط. هنا هنا إلى هنا أعزائي وعزيزتي، أشكركم جزيل الشكر على متابعة الفيديو. وإن أعجبكم الفيديو فأرجو أن تتركوا لنا تعليق، كذلك إن لم يعجبكم دعوا لنا تعليق. ومرحبا بكم للاشتراك في القناة، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحيات قناة تين بوكس.